هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 9 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يصحبكم الزميل أحمد شريف، وعقب النشرة في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي متابعات. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. روسيا تزيد عدد المنح الدراسية المقدمة لإريتريا. رئيس الوزراء السوداني يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده. جدل برلماني حاد في فرنسا حول الهجرة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أكد مسؤولون روس بأن بلادهم تسعى إلى زيادة عدد الطلاب الإريتريين الدارسين لديها، خاصة في مجال العلوم التقنية والأساسية. جاء ذلك على لسان اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا، والمزمع تنظيمه في الفترة من 23 إلى 24 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي. وأكد المنظمون بأن المنتدى يسعى إلى بحث ومناقشة سبل التعاون بين الدول الأفريقية وروسيا في مجالات الطاقة والتعدين والاستثمارات والتعاون الثقافي، إضافة إلى التعاون الدولي. وجاء التصريح بخصوص زيادة منح الطلاب الإريتريين بالإشارة إلى أن روسيا تحتضن عددا من الطلاب الإريتريين، ولكنها تنوي زيادة أعدادهم لديها ضمن 10 دول أفريقية أخرى. الجدير بالذكر بأن أفريقيا أصبحت محط تنافس كبير بين كل من روسيا والصين بشكل خاص، حيث تنظم بكين كذلك منتدى أفريقيا صينيا مشتركا للتعاون الاقتصادي، ولبعض الدول الأفريقية كمصر والسودان تعاون عسكري متقدم مع روسيا. خلال الزيارة المشتركة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهاني للسعودية في مطلع الأسبوع الجاري، دعا رئيس الوزراء رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده. وقال خلال اجتماع مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة التجارة والصناعة في الرياض بأن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة، بما في ذلك إيجاد بنية استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية. ويواجه السودان مصاعب اقتصادية كبيرة مع وصول الدين العام إلى 45 مليار دولار، أي ما نسبته 88% من الإنتاج الإجمالي للبلاد، إضافة لشح الموارد المتاحة من العملة الصعبة والتضخم. وتعتبر دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية من أكبر الدول الداعمة للسودان باحتياجاته من العملة الصعبة والسلع الحيوية. يشهد البرلمان الفرنسي هذه الأيام جدلا حادا حول موضوع الهجرة، حيث خاطب رئيس الوزراء إدوار فيليب البرلمان أول من أمس قائلا بأن بلاده سوف تضع قيودا مشددة على الاحتيال والتزوير المتعلقان بالهجرة، وذلك عبر التشدد بدراسة ملفات المقدمين للحصول على الإقامة في فرنسا. وقال بأن عدد الملفات بلغ في عام 2018 123 ألف ملف، بزيادة مقدارها 22% عن عام 2017. من ناحيتها قالت رئيسة حزب اليمين المتطرف التجمع الوطني بأن 4 ساعات من النقاش في البرلمان حول الهجرة غير كافية لإقناع الشعب الفرنسي بسياسات الحكومة، وأن الأمر يستدعي أن يكون هناك استفتاء وطنيا حول موضوع الهجرة. وسوف تستمر النقاشات حول الهجرة نهار هذا اليوم داخل قاعات مجلس الشيوخ الفرنسي. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل من باريس، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا.
روسيا تزيد عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الإريتريين. رئيس الوزراء السوداني يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده. جدل برلماني حاد في فرنسا حول الهجرة. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين ومحتوى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إيرينا الدولية في باريس، ها نحن سادتي نلتقيكم في حلقة جديدة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إيرينا. عزيزي المستمع، مرحب بك مرة ثانية في هذا البرنامج الذي نحاول أن نوثق فيه سيرة من سير المناضلين الأبطال الذين قدموا للوطن كل ما عندهم، وللأسف الشديد رحلوا وهم لم يكحلوا عيونهم بتلك التضحيات التي دفعوا من أجلها بالغالي والنفيس. قبل أيام عزيزي المستمع انتقل أحد المناضلين الكبار وهو الحاج محمد نصور، انتقل إلى الرفيق الأعلى بمدينة كسلا السودانية، وهو من الذين أبلوا بلاء وطنيا منذ منتصف الخمسينات أو نهاية الخمسينات، وهو واحد من أولئك الذين يرحلون ولم يروا حتى إريتريا، بل وللأسف الشديد شاهدوا إريتريا في فترة ما بعد الاستفتاء خلونا نقول، ولكن برضو سجن من قبل الطغمة الحاكمة في إريتريا، وخرج بكل معاناة المواطن الحر الكريم، وانتقل هاجر إلى أن انتقلت روحه إلى بارئها قبل أيام. ونفس الأمر كان قد سجن في عهد الاحتلال الإثيوبي، وقد كتب عنه الكثير من زملائه وأصدقائه وأقربائه ومحبيه. من بين أولئك الذين كتبوا عنه في وسائل التواصل الاجتماعي هو الخبير التربوي الأستاذ مربي الأجيال عبد الرحيم خليفة محمود، وقال فيما كتب: للأسف نحن مجتمع لا يقدر رموزه ومناضلوه، يموتون دون أن يكرموا وهم أحياء. والفقيد كما قال الأستاذ عبد الرحيم محمود، الحاج محمد نصور واحد من أولئك الرموز الذين يشار إليهم بالبنان، فهو وأمثاله لم يجدوا حتى تلك المساحة الضيقة يدفنوا فيها في بقعة ناضلوا من أجلها، ولكن انتقلت أرواحهم خارج أسوار الوطن. يقول الأستاذ عبد الرحيم محمود: تعرفت على هذا الرمز عام 59 و900 وألف في بلدة منصورة التي تم فيها تعيينه للأستاذ المربي الجليل عبد الرحيم محمود في مهنة التدريس، وكان المرحوم كما قال جندي في من جنود الفيلد فورس مع الإنجليز، وقد ضموه إلى الشرطة الإريترية. فالمرحوم كان أحد الذين رحبوا بالمربي الجليل عبد الرحيم خليفة محمود عند وصوله إلى البلدة، وتعرف عليه ودار الحديث الوطني بينهما، وإلى أن تم تجنيده في الخلايا، وأصبح الاثنان من الذين ينشطون في العمل. هي سيرة عطرة وسيرة ذاتية، ولكن طالما نحن في حضرة المربي الجليل الأستاذ عبد الرحيم محمود، أنا سأتيح المجال للمربي الأستاذ عبد الرحيم خليفة محمود ليتحدث عن المناضل الذي انتقلت روحه قبل أيام. مرحبا بك أستاذ عبد الرحيم محمود، وآسف على الإطالة، ومرحبا بك في إذاعة إيرينا الدولية من باريس. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بك أستاذ أحمد، أشكرك على هذه الضيافة. ويعني لو تكلمت عن الحاج محمد نصور لا أجد الكلمات لأعبر عن هذه الشخصية الفريدة. المهم كما ذكر المقدم، أبدأ عن تاريخه أو بداية معرفتي معه. نعم.
ففي عام 1959 عندما تخرجت من الكلية عينت إلى إقليم أغردات، ومنها إلى هذه القرية لأفتح هذه المدرسة لأول مرة، منصورة. وكان هذا الشخص الحاج المرحوم محمد نسور في هذه القرية في الشرطة. في يوم وصولي استقبلني هذا الشخص مع أشخاص أخرى، وانتبهت إليه انتبه إلي وقابلني وعاملني معاملة كريمة. نعم. ولكن للأسف فوجئت بعد أيام قليلة إنه كان هذا الشخص قد قدم الاستقالة من الشرطة. فسألته، قلت له لماذا؟ فأخبرني بأنه بعد ما تحدثنا عن القضية الوطنية وجذبني في حديثه وشعوره عن الوطن فتآلفنا بين بعضنا البعض. فقلت له ليه أنت تستقيل يا محمد؟ فيقول لي هو أريد أن أخدم الوطن. قلت له يمكن تستطيع أن تخدم الوطن وأنت في الوظيفة في الشرطة. فقال لي بالحرف الواحد إنه الوطن غير والجندية مع العدو غير. عمره كان ساعتها كم أستاذ عبد الرحيم؟ في الثلاثينات مثلا؟ كان عمره 40 سنة تقريبا. أوكي. 40 سنة تقريبا. طيب وبعدين؟ أو يكون 35 سنة 36 سنة. أوكي. بعد ذلك تحدثنا عن الكثير، وبعد ما قرر أن يغادر المدينة أوصاني ببعض الأشخاص. غادر المدينة لوين؟ غادر المدينة إلى قرية عدردة. أوكي. في برضو في القاش، في بركة؟ لا، في بركة. في بركة. نعم، في بركة، لأنه هذا يسمى اللي احنا فيه بركة العال، يعني جهة منصورة، وهناك جهة عدردة بيسمى تبع بركة تحات، يعني أيوة، تبع غردات وكرن يعني. أوكي. فعدردة هي توجد ما بين حقات وإنقرني. أيوة. هي حقات ولا حقازي أستاذ عبد الرحيم؟ هي حقات، اسمها حقاز بيسموها بينطقوها بأشياء، لكنما هي حقات هي. والعبارة بشنو هي يعني؟ الله أعلم. طيب نمشي، نخش على سيرة الحاج نسور. الحاج محمد نسور أوصاني ببعض الأشخاص الذي ساعدني أو سهل. كيف اطمأنيت له يا أستاذ؟ يعني كان زول في الشرطة والكلام ده ما خفت شوية مثلا؟ يعني بصراحة يعني بشهادة للتاريخ. هذا كلام، سؤال جيد. أولا مقابلته لي، ثم ثانية الأنس أو شو اسمه العشيرة طبعا، ولا أقول يعني معناها إنه كان قريب لزوجتي، يعني خالة لزوجتي. نعم. فهذه الأمور كلها يعني تطابقت، أو شو اسمه، اطمأنيت له وأنا وفاتحته أنا وفاتحني. جميل. فما دام اتكلم عن الوطن، والشخص هذا بيؤمن بهذه القضية للدرجة دي، إنه عايز يتنازل عن خدمة من أجل أن يخدم وطنه، ولو استمر في هذا شو اسمه مع العدو، يعني ما يوفي وعد الوطنية، فيتنازل إلى هذه الدرجة. فأنا اطمأنيت. نعم. طيب أوصاك بشنو يعني؟ أشخاص إنه الناس ديلا يعني وطنيين وممكن يعني يتعاونوا معك. نذكر أسماء أستاذ عبد الرحيم؟ نعم. وهي أول فصيل، أول يعني خلية
يعني قمت بها على طريقة السباعية، طريقة التحرير. نحن في حركة تحرير هسه، في حركة تحرير إريتريا، في حركة تحرير إريتريا طبعا، الخلايا السباعية. نعم. لأنه أنا دلوقتي معاك في سنة 59. جميل. لأنه جبهة التحرير بدأت 61 لحد 61 هي كانت الحركة. صح. الحركة هي الأساس، وهي اللي مهدت، وهي اللي جندت، وهي اللي يعني خلت المجتمع أو الشعب الإريتري مهيأ لمقابلة الجند الإثيوبي أو المواجهة اللي هي جبهة التحرير. جميل. فمن الأشخاص اللي أوصاني بهم أولهم القائد الفز عثمان آدم، هذا كان في منصورة، ومنها انتقل إلى مايوسن، وكان بيحمل البرنجان، واحد برنجان عندهم في مايوسن لكل بركة العال بيسمى، لكل منصورة ومقرح ومايوسن لكلهم واحد برنجان. يعني عسكري كان طبعا. أوكي. من الشرطة قاعد أقول. جميل لك. جميل. كلهم اللي أذكرهم أنا الخلية حقي كلها من الشرطة. جميل. كويس. فرقم واحد عثمان آدم، وهو عشان أخذ نبذة أديكم نبذة عنهم. يعني هو وصديقه عبد الله أحمد طلعوا من من مايوسن إلى الميدان. وقتها الجبهة ما كان عندها أسلحة. بعدين مش وقت هذه القرون. نعم. وقت التجنيد أول عايز أخلص الأشخاص السباعية حقي. كويس. واحد قلت عثمان آدم، الثاني هذا سيهاوي هو. كويس. الغريبة في الأمر إنه أنا الخلية حقي وأنا ما شاعر، يعني جمعت لي المجتمعات الإريترية كلها، القوميات الإريترية كلها في هذه السباعية. سبحان الله. ومن كلامي أوضح لكم هذه جميل. عثمان آدم من الساهو، محمد حمد بيسموه في بركة همد بيقولوها. نعم. احنا نقول في المرتفعات أو نقول حمد، وهم يقولوا همد. نعم. فهذا محمد همد هو من النابتاب، هو جميل. بني عمراوي. الشخص الثالث هو الأخ موسى آدم بليناوي من بيت طوقي. الرابع هو موسى آدم، هو من سكان تسني من الجبرتة. نعم. قلنا 4. نعم. الخامس هو محمد عقدة من قندع، بيسموهم من عشومة ومن وكذا. نعم. محمد عقدة أبوه عمه الكبير هو كان من الخلية الكبيرة في أسمرة. في أسمرة كان. السادس هو اللهم حضر قلوبنا محمد إبراهيم سعد مارياوي، وهذا له ميزة كمان زي عثمان آدم. ميزته إنه قال لي يا أستاذ أنا الصبر حقي نفذ، أريد أن أخرج إلى الميدان، وأنت رئيسي أسمح لي عشان أطلع بالسلاح حقي نهارا جهارا من منصورة. وأنت كنت حضرتك السابع رئيس الخلية. طيب كيف كنتوا تلتقوا أستاذ عبد الرحيم؟ كانت لنا الحرية الكاملة. أول مرة الاطمئنان، لأنه الاطمئنان بإيه؟ أنا عندي 6 جندي كلهم يحرسوني أنا، ويحرسوا نفسهم، ويحرسوا القضية، ويحرسوا الثوار في الميدان. هذه اتفاقياتنا كانت. نعم. فنجتمع في بيتي نهارا جهارا. تجيني من المدن المنشورات. أو من الميدان المنشورات، احنا نقراها بكل جراءة، ونشرحها بكل جراءة، ونعلق فيها بكل جراءة،
ونكتب ايش اسمه تعليقاتنا او ايش اسمه او ردودنا، تقرير على للقادة. على اساسها للقيادة. هذه إذاعة إرنا. جميل جميل. هل كلف كل واحد فيكم مثلا يعمل خلية تانية ولا؟ هذه طريقتها. كل واحد مكلف عشان، ولا ايش اسمه الخلية دي ما تعرف الخلية الثانية. نعم نعم. وهكذا كانت، عشان كده كانت ايش اسمه شعبية صحيحة يعني. نعم نعم نعم. كويس أستاذ عبد الرحيم. محمد نسور. نعم. الموضوع حقنا على الحاج محمد نسور رحمه الله، الله يرحمه ويرحم الجميع. ذهب إلى عدردة، وكما قلت قام وكان يعني أصبح الشخصية الشخصية يعني حركة الوصل ما بين المدن والثورة والميدان. أصبح هذه الشخصية بيعمل إيش اسمه وكأنه طلع رخصة تجارة وراح للسودان يجيب بضاعة، والبضاعة ليش اسمه للتغطية، وهو بيتصل بالقيادة في كسلة وفي الميدان. ومحمد نسور حاجة اللي تمنعه ما في، رجل دبلوماسي، رجل محبوب شعبيا، رجل يعني موهوب، رجل يعني فاهم، رجل عارف شو اسمه. طبعا بدأت التوعية كانت لهم من الإنجليز طبعا، لأنه نعم كان نعم. شرطي، كان قبل أن يكون شرطي كان عسكري في الفيلد فورس عشان يحاربوا الشفتة اللي كانوا بينهبوا الشعب الإريتري في الطرق وفي القرى وهكذا. نعم نعم نعم. عزيزي المستمع، نعم. لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، والحديث عن المناضل الراحل محمد نسور الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام في مدينة كسلة، والأستاذ المربي الجليل الخبير التربوي أستاذ عبد الرحيم خليفة محمود يحكي عن سيرته العطرة، وفي نفس الوقت يتحدث عن الخلايا السرية والخلايا السباعية، وهو كان واحد قائد من قواد الخلايا. أستاذ عبد الرحيم، هل تذكر لنا موقف يعني حرج جدا جدا مرت به خليتكم مثلا أثناء التأسيس وأثناء التجنيد ولكن زي ما ذكرت طبعا أنه أنت خليتك كلها كانت من الشرطة وأنت رئيسة ومدير مدرسة في نفس الوقت، لكن أعتقد أنه كانت في مواقف يعني ربما تحب تذكرها يعني. أذكر وقت حرج اللي جانا هو أنه الثورة كانت تستشيرنا في كل شيء في تحركاتها، وإحنا كنا ما يعني بقدر الإمكان المعلومات كانت تأتيني من الشرطة نفسهم، هذه الخلية اللي كانت عندي. نعم. فأي معلومة أنا هنا نعم. نرسل شخص إلى الجهة الموجودة فيها، مثلا تحريك الجنود الإثيوبيين يعني إلى جهة ما، مقدما نحن نخبرهم هناك بتحركاتهم، إما إذا استعدوا بيواجهوهم ويقضوا عليهم، وإلا يعني ينسحبوا من المكان. نعم. أيوة. ويسلموا يعني للسلامة. نعم نعم نعم. فحركة، فمثلا في بركة العال وقتها كانت شو اسمه زي ما نقول الوقائع القتالية كانت تحصل في بركة في عدة أماكن، ومن ضمنها أجيب النقطة اللي قلتها موقف حرج، إنه يوم واحد دخلوا علينا الثورة، دخلت علينا من دون علم، قبل أن يستشيرونا دخلوا علينا في المدينة. طيب أستاذ عبد الرحيم، نحن خلينا في هذه المحطة ومنها حنبدأ الحلقة القادمة لأنه زمن البرنامج انتهى.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، كنتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وحلقة في برنامج متابعات، وهي مفتوحة اليوم للسيرة العاطرة للمناضل الحاج محمد نسور الذي انتقل إلى جوار ربه قبل أيام في مدينة كسلة. وأستاذ المربي الجليل عبد الرحيم محمود يحكي عن سيرته، وفي نفس الوقت يتحدث عن تلك الفترة والتضحيات كانت كيف. كان معكم سادتي محدثكم أحمد شريف، مع تحايا زملائي في إذاعة إرينا الدولية الزميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين أو المستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. روسيا تزيد عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الإريتريين. أكد مسؤولون روس بأن بلادهم تسعى إلى زيادة عدد الطلاب الإريتريين الدارسين لديها، خاصة في مجالات العلوم التقنية والأساسية. جاء ذلك على لسان اللجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي بين روسيا وأفريقيا، والمزمع تنظيمه في الفترة من 23 إلى 24 من الشهر الجاري في سوتشي. رئيس الوزراء السوداني يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده. خلال الزيارة المشتركة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى السعودية في مطلع هذا الأسبوع، دعا رئيس الوزراء رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في بلاده. وقال خلال اجتماع مع رجال الأعمال السعوديين في غرفة التجارة والصناعة في الرياض بأن التغيير الذي حدث في السودان عميق وشامل لكل مناحي الحياة، بما في ذلك إيجاد بنية استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية. وأخيرا، جدل برلماني حاد في فرنسا حول الهجرة. يشهد البرلمان الفرنسي هذه الأيام جدلا حادا حول موضوع الهجرة، حيث خاطب رئيس الوزراء إدوار فيليب البرلمان أول من أمس قائلا بأن بلاده سوف تضع قيودا مشددة على الاحتيال والتزوير المتعلقان بالهجرة، وذلك عبر التشدد في دراسة ملفات المقدمين للحصول على الإقامة في فرنسا. وقال بأن عدد الملفات بلغ في عام 2018 123,000 ملف، بزيادة مقدارها 22% من عام 2017. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ولا يفوتني مستمعي ومستمعاتي الأفاضل أن أذكركم بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتحي عثمان أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.